يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في مدرسة كبيرة ومعروفة كان فيه بنت جميلة وذكية اسمها ليلى. ليلى كانت بتحب مدرستها جدا ولعبها وأصحابها، لكن في يوم حصل موقف خلاها تتلخبط وتخاف. ليلى كانت ماشية لوحدها ناحية الحمام. فجأة واحد من العمال قرب منها بطريقة غريبة وكلمها كلام مش مفهوم، وحاول يقرب أكتر من اللازم. ليلى اتجمدت، قلبها خاف، وجريت بسرعة على الفصل من غير ما تبص وراها. لكن طول اليوم كانت ساكتة، مش بتضحك زي كل مرة. ولما رجعت البيت مامتها قالت لها: مالك يا لولي، وشك مش نفس الوش. ليلى كانت خايفة بتفكر: طب لو قلت هيزعلوا؟ ولا يقولوا إني ببالغ؟ ولا لكن مامتها حضنتها وقالت: أنا أمانك يا ليلى، قوليلي أي حاجة حتى لو حاجة مزعلاكي شوية. وقتها دموع ليلى نزلت وحكت كل اللي حصل. باباها ما تأخرش لحظة، لبس ونزل على طول المدرسة وكلم الإدارة، وتصرفوا فوراً وحطوا كاميرات ورقابة وحماية. والعامل اتشال من المدرسة وبقوا يراقبوا المكان كويس جداً. ليلى بعدها قالت لمامتها: الحمد لله إني قلت، كنت خايفة بس كنت عاوزة حد ينقذني. مامتها قالت لها بكل حب: شاطرة يا ليلى، اسمعوا يا ولاد، لو أي حد قرب منكم بطريقة تضايقكم أو لمسكم من غير إذن أو قال كلام يخوفكم، قولوا لباباكم ومامتكم فوراً، انتوا مش غلطانين، واللي يغلط يتحاسب. ومن اليوم ده ليلى عرفت إن السكوت عن الخوف بيكبره، لكن الكلام بيحمي. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الجديد. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.